دي مهمة جدا لأنها اتعملت من فترة على فكرة، هي مش قريبة. وذكرها دكتور روبرت سليجمان في مؤسس علم النفس الإيجابي، كان بيستند عليها إن هو عايز يثبت شوية حاجات معينة، إن في الحد الأدنى لمستلزمات السعادة. واخد بالك؟ يعني بيقول إن أنت عشان تبقى سعيد لازم يبقى في حد معين من الدخل، حد معين من الديمقراطية، حد معين من كذا، بعده مش هيفرق بقى، انت مش هتبقى سعيد زياده بزيادته. يعني مثلا لو معاك مليون جنيه هيقول لك ان انت هتبقى نفس السعاده لو معاك مليار، مش هتزيد بقى بالفلوس. يعني هي بتوصل لمرحله كده خلاص انا سعيد انا مبسوط. فالفكره اولا ان لازم في حد ادنى، لازم الواحد يسعى عشان يوصل للحد الادنى ده. ده اول حاجه. وتاني حاجه انا بعتقد في رايي بقى ان في شويه حاجات هي الاسباب الحقيقيه لاحساسنا بعدم السعاده وعدم الرضا. الحاجه دي الثقافه بتاعتنا وطريقه تفكيرنا احنا مش فاهمين يعني ايه سعاده اصلا. يعني السؤال اللي انت سالته يا شريف سؤال مهم جدا، اللي هو ايه هي السعاده اساسا؟ ايه بقى طيب؟ ايه السعاده؟ ايه هي السعاده بالظبط؟ اولا هي بتختلف تعريفها من شخص للتاني، دي متفقين عليها في العالم كله. بس في مفهوم ظهر مؤخرا، والمفهوم ده لازم كلنا نفهمه، ان السعاده ما هياش هدف انا هفضل ماشي وتعبان وشقيان لغايه ما اوصل للهدف ده وساعتها هبقى سعيد. لا، الفكره مش كده. السعاده في المشوار نفسه ناحيه الهدف اللي انا عايز اوصله ده. حد فيكم قرا ذا الكيميست او الخيميائي بتاعت باولو كويلو؟ لو حد قرا القصه دي، الراجل بيتكلم عن واحد بيدور على كنز وحلم ان في كنز. والقصه دي مهمه جدا لان فيها شويه قيم كده هو الراجل حاططها. ايه هي السعاده، ازاي الواحد يحقق الاهداف بتاعته، الحاجات اللي احنا بنقولها كلها دي هو حاططها في قصه. يعني دي عظمه القصه دي. فبيتكلم ان الواحد ده حلم ان في تحت الاهرامات في كنز، فصدق الحلم بتاعه وابتدى يسافر ويلم عزاله ويروح ناحيه الاهرامات عشان يجيب الكنز اللي هو حلم بيه ده. فتلاحظوا في القصه حاجه غريبه قوي، الراجل حاكي المشوار في 90% من القصه، 90% الرحله نفسها، وال10% بقى للاكل. 10% وصل هناك في صفحتين مثلا. يعني وصل هناك وخلصت القصه يعني. فانا استغربت ليه الموضوع ده، ليه ركز على المشوار كله، قاعد يحكي بتفاصيل والقافله كانت عامله ازاي والتجار اللي اتعرف عليهم والحاجات اللي اتعلمها. ايه الموضوع ده؟ فسالت نقاد في القصه دي، قلت لهم ليه هو مركز على الرحله نفسها؟ قالوا لي ان هو مؤمن ان السعاده في الرحله نفسها. اللي انا هتلاحظ ان كل اللي اتعلمه رغم الشقاء اللي في الرحله والمعاناه، لكن هو كان سعيد ان هو يعني رايح يدور على حاجه هو عايزها. بالظبط. ففكره السعاده نفسها ما تحاولش ان انت تربطها قوي بهدف معين انت حاسس ان انت مش هتقدر توصل له اصلا. خليك سعيد دلوقتي، خليك سعيد دلوقتي. انت سعيد دلوقتي، الناس اللي بتسمعنا دلوقتي خليك سعيد دلوقتي، خد قرار السعاده، انا سعيد دلوقتي. دكتور شريف، الحقيقه الناس